يوسف واحد النهار مشى يشري كتاب اتوميك هابيتس وما كملش حتى 10 ديال الصفحات. علقو في المكتبة وقال من غدا نكملو ان شاء الله. دازو سيمانات ما تبدل والو، حتى لواحد النهار وقف قدام المرايا وسول راسو: انا علاش ديما كنبدا ونحبس؟ واش حيت ما عنديش الوقت؟ لا. واش حيت ما عنديش الاراده؟ ممكن، ولكن الجواب الحقيقي جاي في هذا السؤال: انا شكون؟ واش بغيتي تولي واحد كيقرا ولا غير واحد قرا كتاب؟ بغيتي تولي رياضي ولا غير واحد دار الرياضه نهار الحد؟ هنا السر اللي كيتكلم عليه جيمس كلير في الفصل الثاني من كتاب اتوميك هابيتس. الناس اللي كتنجح ما كتبداش من الهدف، كتبدا من الهوية. الهوية هي داك الصورة اللي عندك على راسك. شنو كتقول في خاطرك على راسك؟ انا كوسال، انا ماشي ديال القرايه، انا كنستسلم بسهوله، انا ما عنديش التزام. هاد الجمل الصغيره راه هي اللي كتحكم في حياتك كامله بلا ما تحس. وكل مره كتقول شي حاجه بحال هكا كتشد المطرقه وكتضرب بها على الهويه ديالك اكثر. وهاد الشي كيجيبنا للفكره خطيره بزاف: العادات ماشي غير افعال، العادات تصوير يومي على الشخصيه ديالك. كل مره كتقوم فيها بعاده كتقول لعقلك: شوف انا انسان من هاد النوع. قريتي صفحه راك صوتتي على كونك قراي، كتبتي سطر في دفترك صوتتي على كونك كاتب، فقتي بكري صوتتي على كونك منظم. صوت واحد ما كيبنيش الشخصيه، ولكن الاستمراريه في التصويت هي اللي كتخلق الهويه الجديده. نعطيك مثال من الواقع ديالنا. عندك جوج ديال الناس بغاو يحبسوا التدخين، سولناهم: بغيتي شي سيجاره؟ الاول قال: لا كنحاول نحبس. والثاني قال: لا ماشي انا ماشي مدخن. شفتي الفرق؟ الاول باقي كيعرف راسو كمدخن كيحاول يبدل، والثاني بدل الهويه ديالو قبل العاد. واش نكذبوا على راسنا؟ لا، ولكن خصنا نبداو بافعال صغيره كتاكد الهويه الجديده. بغيت تولي من الناس اللي كيقراو؟ قرا صفحه ولكن قراها كانك قراي. بغيت تولي منظم؟ وجد جدول بسيط ولكن دير بحال الناس اللي منظمين. repeat after me. انا ماشي غادي نبدل العاده، انا غادي نبدل نظرتي لراسي. كيفاش تبدا تطبق هذا المفهوم؟ اول حاجه حدد الهويه اللي بغيتي توصل ليها. انا انسان منظم، انا انسانه كنعتني بصحتها، انا ديما كنتعلم. ثاني خطوه غادي دير: سول راسك شنو كيدير الشخص اللي عنده هاد الهويه. واش كيضيع الوقت في التليفون؟ واش كيتسنى الالهام ينزل عليه من السما باش يبدا؟ ولا كينعس بلا ما يقرا ولو صفحه؟ جاوب بصدق. وثالثا بدا بعاده بسيطه جدا ولكن خدم بها على ترسيخ الهويه. تفيق وتجمع فراشك: انا منظم. تكتب فكره وحده في اليوم: انا كاتب. تمشي 10 ديال الدقائق: انا انسان نشيط. خلاصه الكلام، ماشي الهدف هو اللي كيغير حياتك، الهويه ديالك هي اللي كتحدد الطريق. وماشي خاصك تكون مثالي، خاصك تكون مؤمن بالنسخه الجديده منك. العادات ماشي افعال، هي اثباتات يوميه على شكون انت. في الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نوريك كيفاش تختار العادات اللي مطابقه للهويه ديالك الجديده، وما تبقاش ضايع وسط مئات النصائح. ولكن اليوم خد دقيقه وسول راسك شكون بغيتي تولي، وبدل الجواب بأبسط عادة. وأول تصويت على شخصيتك الجديدة راك قدها. غير بقى كتكرر الجهد الصغير كل نهار، 1% يوميا
كتبني نسخة عظيمة غدا. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتنتقدني في التعاليق، ولا عجبك المحتوى غادي تعاوني بزاف الا درتي السبسكرايب. والسلام عليكم.